في وقت تعالت فيه الدعوة إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، جاء تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء من طرف الانقلابيين كخطوة متقدمة لربما تكون حاملة لضمانات سياسية ذات مصداقية وشفافية في ظل التهديدات المتتالية بالتدخل العسكري، يقول مراقبون. خطوة متقدمة قطع الانقلابيين نحو تثبيت الحكم وإعادة مؤسسات الدولة التي تم تعليق العمل بها وفقا لقرارات المجلس العسكري، وتعيين رئيس الوزراء بمثابة محاولة لإعادة كل المؤسسات للخدمة وتفعيل الحياة لا سيما مرتبطة بدواوين الدولة. اختيار رئيس الوزراء من المكون المدني جاءت من منظور الخلفية التي يتمتع بها كخبير اقتصادي وشغله منصب وزير المالية عام 2002، لا سيما ممثل مصر في التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون، وهي نقاط تدخل ضمن أولويات التعيين لأجل إخراج النيجر من دائرة العقوبات. يبدو أن الانقلابيين بشكل أو بآخر اختاروا هذا الشخص نتيجة للخلفية التي يتمتع بها ونتيجة لشبكة العلاقات التي يمتلكها، لا سيما تواصله مع المؤسسات الاقتصادية كالبنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات الدولية، البنك الدولي للإعمار وكذلك صندوق النقد الدولي، حتى يعني تخرج النيجر من الأزمة المرتبطة بالعقوبات وكذلك بالقرارات الصادرة من المنظومة والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الإكواس الخميس، تروج وسائل إعلام فرنسية إلى أنه يتم حشد 25,000 عسكري للتدخل المحتمل في النيجر.